بتعملي ازاي حمام زيت؟ بصي بقى يا ست الكل، حمام الزيت قبل وقت الشاور مثلا بساعتين ثلاثه. اخري ساعتين ثلاثه، لو كترت او اتشغلت او نسيت 4 ساعات، اخري اكتر من كده بتسدي مسام الفروه بتاعه الراس. بصي بقى يا ست الكل، انا جايباهم جنبي اهم. اهم حاجه تبصي يا ست الكل. ايوه يا ست الكل. بصي بقى يا ست، عندي 3 زيوت ببدل فيهم، مش جايباهم من مصر. اهم حاجه الزيوت تجيبيها من مكان تبقي عارفه ان هو مش مضروب، مكان اصلي. السعوديه بقى، حد جاي من عندك من السعوديه، حد جاي من الكويت، اي دوله عربيه هتلاقي فيه. بس برضه في اماكن ممكن تبقى بيعها مضروبه، دوري على مكان يبقى موثوق فيه، ما يكونش الحاجه مضروبه. لو الحاجه مضروبه بتجيب نتيجه عكسيه، ممكن توقع لك شعرك. تتاكدي ان الحاجه يا ستي اصليه، اهم حاجه. بصي انا بستعمل ده تيرشوب هندي، ضد اللي هو ضد القشره. ده اول واحد بعمل بيه حمام زيت. تاني واحد حبيبي بس ما بحبوش في الصيف، ريحته قويه، ممكن تجيب لك صداع جامد. او انا حامل وقفت الحاجات دي خالص بقى، كان اخري بستعمل زيت جوز الهند لان هو طبيعي. ليه؟ لان انا وانا حامل كنت بشم ريحته او اي حاجه كان يجيب لي صداع وخليني ارجع. بستعمله اهو. لازم يبقى بمكان كويس موثوق منه. تحفه ده اللي هو بالزيت الزيتون، زيت امله. وفي منه اللي هو بالياسمين. لو شعريتك، المفروض انا عندي بالياسمين برضو بس لسه ما فتحتوش. لو شعريتك زي شعريتي كده لونها فاتحه، شعري يعني، لو شعرتك انا شعري لونه بني غامق، فهستعمله لما اخلص ده. وبصي بقى، ده التالت برضو من السعوديه، هتلاقي حتى هنا سعره اهو، شايفاه؟ ريال سعودي. المهم، آه ده برضو زيت جوز الهند، بيبقى في الشتاء ده جامد، بس احنا دلوقتي عشان حر هتلاقيه سايح اهو. لما بيبقى جامد بفكه ازاي؟ بجيب اي حاجه سخنه وبحط حاجه معدن، واقوم حاطه جوه الحاجه المعدن دي، واقوم حاطاه فيها بتفك. المهم بحط اي حاجه من دول يعني بجيب شويه كده واقعد بملى فروه راسي كلها بالشعريه نفسها. كل شعري يعتبر بيبقى فيه زيت. وبمسك الفرشه دي وبقعد اعمل بيها مساج 10 دقايق لشعري كله 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 كله. وبعد كده بقوم مسرحه شعري وعاملاه مثلا كحكه او ضفيره وخلاص. وبصبر ساعتين 3 أو 4 على حسب وقتي، بس هو الأصح ساعتين مش أكتر من كده. ومعلومة مفيدة قوي، أي حاجة يعني أنت عملتي دلوقتي حمام زيت، فالزيت اللي أنت عاملاه ده لو أنت ما استعملتيش شامبو فيه سلفيت أو قوي، هيخلي الفروة بتاعتك تعمل قشرة. فأنا بعمل إيه عشان أنا بعمل يوم حمام الزيت ده؟ بقوم جايبه شامبو كلير او هيدن شولدر، واقوم غاسله بيه شعري مره وبسيبه 5 دقايق كده، وبقعد افرك في كل شعر لان الزيت بيبقى تقيل، ممكن اغسله مرتين. الشامبو ده او ده بيبقى فيه ماده ضد الفطريات، ما بيخليش اي قشره تظهر في الشعر. بس وجربي اللي قلتلك عليه وقولي لي تاني، عمل جاب نتيجه معاكي ولا لا؟